وجعلها في الكتب تقرأ عبر الأجيال. أما الذي لم يذكر أهل البيت؟ من الذي يحب أهل البيت؟ الذي مثل هذا الحب باتباع أهل البيت، أم الذي خالف منهج أهل البيت سلوكا وعملا؟ نعم. طيب أختي فاطمة، يعني طبعا لو سمحت يا أخي الكريم، تفضل. معليش أنا بذكر، يعني أنت قلت لي إن دائما يقال أن السنة يعادون أهل البيت، ودائما يستشهد بابن تيمية محمد بن عبد الوهاب وما إلى ذلك. مشكلة الشيعة لا يقرؤون في كتب السنة، لا يقرؤون، لا يسألون، هذه المشكلة. يعني أنا بعد ما دققت وبحثت وجدت كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ورسائله كيف تذكر فضائل آل البيت عليهم السلام، كيف تكلم ابن تيمية عن الإمام علي عليه السلام، وعن الإمام الحسن، عن الحسين. فيعني لو تسمح لي أنا بس بأذكر في كتاب لابن تيمية، كتاب المنهاج. تفضل. يقول في تبويب الإمامة في ضوء الكتاب المجلد الثالث صفحة 24، يقول: فضل علي وولايته لله وعلوم منزلته عند الله معلومة، ولله الحمد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقين، لا يحتاج معها إلى كذب ولا ما لا يعلم صدقه. وأيضا قال: وأما كون علي وغيره مولى كل مؤمن فهو وصف ثابت لعلي. هذا ابن تيمية يقول: ما كان لعلي وغيره مولى كل مؤمن فهو وصف ثابت لعلي في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وبعد مماته وبعد ممات علي فعلي اليوم مولى كل مؤمن وليس اليوم متوليا على الناس. هنا الفرق. وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتا. محمد بن عبد الوهاب مثلا، لو نرجع لكتبه تجد له أقوال يدل على حبه لأهل البيت في رسائله، بل يصلي على النبي وآله ويتكلم عن فضائلهم ويسمي أبنائهم بأسماء أهل البيت. نعم تفضل. بل كما ذكرتي أزيد على كلامك أختي فاطمة أن أبناء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سمى ابنته فاطمة وسمى أبنائه الحسن والحسين، بل إنه كنيته هو أبو الحسين رحمه الله تعالى، وأن يكون معاديا لهم والواقع بخلاف ذلك. أختي فاطمة، يعني بعد أن بينا ما بينا أخي الكريم، من الأشياء التي لا يعلم عنها الشيعة أن لدى أهل السنة مصنفات وكتب تتحدث عن فضائل وسير أهل البيت والأحاديث، كتب كثيرة. عندك مثال كتاب إتحاف السائي لما لفاطمة من المناقب تأليف محمد المناوي، أيضا كتاب فضائل سيدة النساء تأليف عمر بن شاهين، في عدة كتب. أيضا كتاب اسمه محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية وموقفهم من أهل البيت عليهم السلام لتأليف الشيخ خالد الزهاني. هذا الكتاب الرائع فعلا تم تبيين موقف محمد بن عبد الوهاب وأتباع محمد بن عبد الوهاب من أهل البيت، مدعم بالوثائق والرسائل التي كانت منها. أيضا عندك كتاب ثناء ابن تيمية على أمير المؤمنين وأهل البيت تأليف أبي خليفة علي القضيبي. هذا المؤلف كان شيعي ثم اهتدى. في الكثير من الكتب. عندك كتاب للعلامة ابن الجوزي، كتاب يعني شوف اسمع عنوان الكتاب كيف يمجد الإمام علي. يقول عنوان الكتاب: مناقب الأسد الغالب ومزق الكتائب ومظهر العجائب ليث بني غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب. يعني إذا كان عنوان الكتاب بهذا الصورة، فتستقد ماذا يحوي هذا الكتاب من تمجيد وإجلال لهذا الإمام عليه. جيد أختي فاطمة، غيرها كثير لو أردنا أن نستعرض، يعني لما أخذنا وقتا طويلا في مؤلفات أهل السنة في أهل البيت رضي الله تعالى عنهم. أختي فاطمة، يعني هل هناك مواقف لك عندما يعني كنت شيعية 12 مع المعممين أو مع مشايخ الشيعة، وما هو الموقف منهم سابقا؟ والله يعني هو موقفي مع مثلا بعض المشايخ والعلماء أهل الشيعة عندما أسأل هو وضعي نفس وضع الجميع. يعني أنا ممكن أقول لك دور العلماء الشيعة في تضليلنا. جيد. علماءنا دغدغوا عواطفنا، ربطوا عقيدتنا بالقصص، فضللونا لأنهم استخدموا العواطف. أيضا ادعوا مظلومية أهل البيت ومظلومية أتباع أهل البيت لتحريك عواطفنا، إقلاق عقولنا، لما نناقش ولا نسأل.
نتهم بأننا مضطرين لأهل البيت. لما أفكر ولا أبحث يتهموني أني أنا قد قرر بي. طبسوا على عقولنا بثارات وشعارات وعبادات ما أطروها أهل البيت. ممنوع نقرأ كتب السنة، ممنوع. يحثوننا على عدم متابعة بعض القنوات بزعم أنها تضلل الناس. يعني أنا أقول ما المشكلة أني أعرف ما يقال عن عقيدتي ويكون لدي رد عليهم. من ضمن النظرات مثلا قناة مستقلة أصبح الذي يعني يراها لا يقبل منه صلاة. أيضا صلاة وفاة لا توجد في بيوت الشيعة أصلا. لماذا؟ السؤال إن كنت أنا على حق وعقيدة الشيعة على حق، لماذا الهروب من مجابهة أسئلة أهل السنة؟ لماذا محاولة إقلاق العقول ودفعها بتصديق مطلق لكل ما يقال على المنابر دون تحقق أو تثبت؟ لماذا إعطاء المعمم صورة إلهية، وأني أنا لو أو كصورة الإمام مثلا أنا لم أرد على هذا الشيخ الفلاني أو أسأله فأنا كأني رديت على معصوم، لو رديت على معصوم فأنا رديت على الله. ويعني والأمثلة كثيرة، يعني ما نلاقيه كثير. يعني لا إجابة على أسئلتنا، وهذه إن سمح لنا بالسؤال. جيد. أختي فاطمة، يعني وهذا آخر محور معك، أتمنى أن توجهي رسالتين إلى أهل السنة وإلى الشيعة، فما هي رسائلك إليهم؟ والله بالنسبة لرسالتي يعني إخواني وأخواتي من أهل السنة والجماعة، أقول إن كنا نحن المهتديات والمهتدين نعيش جزءا يسيرا كما عاشه الصحابة رضوان الله عليهم وعانوا منه من تضييق وطعن وإيذاء، إن كنا نمثل صورة مستنسخة لذاك الزمن الطاهر وكنا كالمهاجرين فكونوا لنا كالأنصار. لا تشككوا في النوايا، وأن هذه قد اهتدت من أجل مصلحة أو غير ذلك، وأي مصلحة سأكسبها وأنا قد تشردت وتم يعني وحوربت اجتماعيا وضربت وطعن فيه. ثانيا، الرسالة الثانية لأهل السنة دعوة الشيعة بالتي هي أحسن، عدم استخدام أسلوب السب أو الطعن. مثلا لا يقال يا عيال المتعة مثلا، يعني لا يصح هذا، لا يصح الطعن في العرض بهدف الدعوة. نتعامل مع الشيعة برقي فكر وحسن خلق. الحجة القوية لديكم وللدعوة فن لا بد أن تتقنوه. الدعوة هي مهنة الأنبياء، فكونوا محمديين التوجه، محمديين الدعوة، كونوا دعاة بأخلاقكم يقبل منكم الدليل والحجة. أما رسالتي لأحبابي وأهلي وأقاربي الشيعة، لأمي وأبي، أنا أقول تركنا هذا المنهج لأجل طمع في الدنيا، خرجنا عنكم من أجل الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في القبر سأوقع لوحدي وسأقابل الله لوحدي، لا ينفعني قول عالم ولا كلام. لابد أن تقرؤون، لابد أن تبحثون، لابد أن تسألون وتتحققون، دققوا في عقيدتكم. ما تجدون يخالف لكتاب الله فاتركوه لله. لو قرأتم سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله لوجدتم عظيم ما قدم من أجلنا، من أجل دعوتنا لتوحيد الله. ستشعرون بالحب والانتماء للنبي صلى الله عليه وآله. ترجمان الحب للنبي ولآل البيت هو الاقتداء بهم، الاقتداء بآل البيت وليس اتباعا لشيخ أو عالم. عندما قررنا أن نكون من أهل السنة فلأننا أحببنا أهل البيت عليهم السلام، بحثنا عن من تبع منهج أهل البيت وطبق المنهج. أدعوكم للبحث والتحقق. أرجو أن لا يقال كما قيل عن الأخت مثلا في المداخلة السابقة أم محمد أن من لهجتها الناسوية. هذا ليس دليل. نحن بالأحساء متواصلين ومحتكين بأهل السنة، نأخذ من لهجتهم الكثير. كيف تضع حجج من أجل أن لا تبحث؟ ابحث ليس من أجلي ولا تأثرا بكلامي، ابحث لكي يكون لديك حجة أمام الله. ابحث فقط ليطمئن قلبك. طيب، شكر الله لك أختي فاطمة، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتك وأن يهدي بقية الشيعة إلى دين الله عز وجل. كلكم سمعتم يا أحبة، والله الذي لا إله إلا هو، إن في كلامها
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إلى كل شيعي وإلى كل شيعية، تأمل في هذا الكلام الذي سمعته قبل قليل. اجلس مع نفسك واختل بنفسك، ثم تفكر بعقلك. الله عز وجل أعطاك عقلا لكي تفكر به، لا أن تعيره لغيرك أو تتبع غيرك وتترك هذا العقل جانبا، بل فكر بهذا العقل ولو قليلا. الله عز وجل يقول: وهديناه النجدين، يعني بينا لكل بني آدم طريق الخير وطريق الشر. وأعطي هذا العقل لكل إنسان في هذه الدنيا إقامة للحجة عليه. فإذا كان الإنسان أو كان أي منا سيهمل هذا العقل ويتبع شخصا بعينه، والله لن ينفعه عند الله تعالى. ولذلك بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. والله الذي لا إله إلا هو لن ينفعك لا سيد ولا شيخ ولا معمم ولا فلان ولا فلان، لن ينفعك إلا عملك الصالح. الله عز وجل سوف يقول: أرسلت لك الرسل وأرسلت لك كتابا عظيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم بعد ذلك أترك كل هذا جانبا وأتبع السيد فلان أو الشيخ فلان أو المعمم الفلاني، والله لن ينفعوك عند الله ولن ينفعك أي منهم. كل هذا كلاما ليس عليه دليل، بل هي اختلاقات وقصص. وعندما تعرض ما تسمعه منهم على كتاب الله تعالى تجد التناقض الصريح الواضح البين، بدءا من العقيدة، ثم بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، ثم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وانتهاء بابتلاء طائفة أو بابتلاء أمة الإسلام كلها بالتخوين